حقيقي. انا عماله بغسل في العاديه بقالي كام شهر، شهرين او 3 شهور. والله اخوها تعبان وهي ما بتتعب. بيطلع فوق بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من قناة أخوكم محمد الحمراوي، فني صيانة أجهزة منزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالات الزانوسي الفوق أوتوماتيك. حضراتكم الصوت اللي سمعتوه في أول الفيديو ده طبعا صوت مزعج جدا جدا، وده صوت ناتج عن تلف الجيربوكس. طبعا النهاردة ان شاء الله بإذن الله مع حضراتكم هنتعلم ازاي نفك الجيربوكس ونغيره ونجمعه تاني، وهنسمع برضو او هجرب مع حضراتكم صوت الغسالة بعد ما غيرنا الجيربوكس. الجيربوكس ده طبعا يا جماعة بيبوظ احيانا من ان احنا بنحمل عليه حمل كبير جدا اكبر من معدل الغسالة نفسها. يعني طبعا لو الغسالة 7 كيلو هنلاقي نفسنا بنحط عليها 10 و12 و15 كيلو، واحيانا ممكن ناس بتغسل فيها بطاطين واحيانا بتغسل فيها الشوزات، وده طبعا بيأثر وبيقلل من العمر الافتراضي للجيربوكس. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم هنتعلم ازاي نغير الجيربوكس. فالفيديو ده مفيد جدا جدا، يا ريت تتابعوه حتى النهاية، هتتعلموا حاجات مفيدة جدا جدا. اخواتنا الفنيين او اخواتنا اللي بيقتنوا الاجهزة، الفيديو ده مهم جدا جدا بالنسبة لكم لو حابين تصينوا غسالتكم بنفسكم. واخواتنا الفنيين برضو هيتعلموا حاجة جديدة النهاردة ان شاء الله بإذن الله في الفيديو ده. فرجاء لو حضراتكم أول مرة تتابعوني يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. أترككم مع الفيديو في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسمار ساعات كده ايه ماشي كده سيبه. لما المسامير اللي عندنا ديت
هات الطبق هنا. هات الطبق. محسوبة مكان ما انا ما رسلت وكبيت على ميه فالميه دخلت فيها ولا حاجة. معايا بلاش مش مشكلة خالص. مش مشكلة. خليها دلوقتي. مسمار الريشة الصليبة. اللي هو مسمار فين؟ مسمار الريشة مفك صليبة. خليك معلم كم هات لي الوش ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني بعد ما غيرنا الجيربوكس، وده طبعا صوت الغسالة بعد ما غيرنا الجيربوكس، والغسالة بتلف يمين وشمال بكل أريحية. وطبعا دلوقتي هنجربها برضو في مرحلة العصر وهنلاقي الصوت اختلف تماما. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أرجو إن هو يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.